اليوم أود أن أتحدث عن إمكانيات الجراحات ذات الوصول المحدود في حديث الولادة والرضاع. الجراحة في الأطفال في 99% من الأوقات معظم المشاكل الجراحية للأطفال تكون ترميمية وعلاجية، مما سيمنح الأطفال نوعية حياة أفضل مع توفر المعدات الحديثة للجراحات ذات الوصول المحدود. حتى لحديثي الولادة والرضاع في المؤسسات الرعاية الثلاثية مثل مؤسستنا، جعلت الرعاية الجراحية للأطفال تصل إلى أفضل جودة ممكنة، لدرجة أن الطفل يمكن أن يخضع لجراحة كبيرة جدا في أعضاء مثل البنكرياس، الأمعاء، الأمعاء الكبيرة والصغيرة، الكلى، الحالبين، الأنابيب التي تأتي من الكلى، المثانة البولية، الرئتين، والمساحة بين الرئتين المعروفة بالمنصف. كل تلك المناطق يمكن التعامل معها باستخدام المنظار الجراحي مع فتوحات صغيرة جدا، ومع توفر المعدات سنتمكن من إجراء جراحات كبيرة مع ألم أقل وإقامة أقل في المستشفى بعد الجراحة للأطفال، بحيث يتعافون بشكل أسرع. وفي المستقبل حتى تلك الندبة الصغيرة ستختفي، لذلك لن يعرفوا حتى أنهم خضعوا لجراحات. لذلك كآباء، كلما سمعتم أن طفلكم لديه مشكلة جراحية، يجب أن تفهموا أن معظم المشاكل الجراحية قابلة للعلاج، لذا لا داعي للتردد في الذهاب إلى الجراح والانتظار حتى تتقدم الحالة إلى المرحلة التالية، بحيث تصبح غير قابلة للعلاج أو تصبح قابلة للعلاج بشكل غير كامل. المشاكل الجراحية قابلة للعلاج عند السعي للحصول على الاهتمام في أقرب وقت ممكن، ومعظم العمليات الجراحية الآن قابلة للإجراء بطرق الوصول المحدودة، والتي لن تترك أي ندبة أو ستترك ندبة بسيطة على الجلد، وستزيل كل الندوب في ذهن الطفل وكذلك للعائلة